ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جاي اتكلم عن نهائي كونفرنس ليج تشيلسي ضد ريال بيتيس، فيلا بينا بسرعه. احلى ايام حياتي الكرويه في الدنيا هو النهارده يوم 28/5/2025. هتقول لي ليه؟ هقول لك. الاهلي خد الدوري المصري الثانيه، ان تشيلسي بقى اول فرقه في التاريخ تاخد كل البطولات الاوروبيه اللي خلقها ربنا. اول فرقه في التاريخ، ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا حد. انا والعياذ بالله من كلمه انا وحيد اللي خدتها. سيبنا بقى من الهزار، سيبنا بقى من كل حاجه، نتكلم جد. نخش على الشوط الاول وتشكيله تشيلسي. بدأنا في الجون بيورجنسن حارس المرمى. الحمد لله ما بدأش بسانشيز عشان انا كان هيجيلي سكته قلبيه لو كان بدأ بجوستو تشالوبا. بن وابد يشيل. يعني نفسي افهم البني ادم ده موجود ليه في النادي لحد دلوقتي عموما. يعني لو موجود في النادي بيعمل ايه ما اعرفش. شمال كوكو كوكوريا وشك للحيط وقفك ليا. كايسيدو صاحب الهدف الرابع واحسن او من احسن السي دي امز السنه دي، لو ما كانش احسنهم هو كايسيدو. جنبه انزو فرنانديز المتخاذل شويه. قدامهم كول بالمر يمين، بيدرو نيتو شمال، العاق ابن العاق ربنا ياخده نوني مدويكي. قدام العاق ربنا ياخده الزباله، حلوف، متخلف، الوسخ، اي لفظ خارج نفسك تقوله عليه هو نيكولاس جاكسون. جاب جون بس قسما بالله مقدم خرج. نيكولاس جاكسون كانت النتيجة 2-1. ضيع انفرادة بطريقة غبية، ينعل ابو غبائك يا اخي، ينعل ابو غبائك. ما تبقى انت رايح انفراد تطول الكورة تطويلة زي دي، ده اتلعبت لك ده بالمر هوبا يلا جول. انت زي البقف انت تطولها لحد ما ادريان خدها. انا نفسي افهم انت ماسك سيديهات ايه انت والعاق التاني نوني مدويكي على انزو ماريسكا والاداره. اول اتنين لازم يتخيروا السيزون ده، خلاص ان السيزون اللي فات خلص. السيزون ده اول ناس لازم يتخرجوا، ما ينفعش نكمل بيهم كاس عالم الانديه. هو مدويكي و جاكسون، كمان سانشيز، بادياشيلي، دي ساسي كده مشي، بادياشيلي، فوفانا. ناس كتير جدا لازم يمشوا. اولهم الخمسه دول اللي انا قلتهم دول 100% لازم يتسوحوا، لازم يمشوا. النهارده تشالوبا يا ابني بجد سقفه بجد. النهارده تشالوبا يعني انا مش عارف اديله اللي يستحقه. تشالوبا النهارده من لعيب كان انزو ماريسكا مش مقتنع بيه وطلعه اعاره لكريستال بالاس في اول ما جه. لعيب من اول يناير انزو ماريسكا قرر ان هو يرجعه كريستال بالاس، ومن ساعتها ما قعدش ماتش احتياطي وبيقدم متعه في الدفاع. واحسن مدافع عندك هو تريفور تشالوبا. احسن مدافع عندك هو اللي انت كنت طالع عربه ما كنتش عايزه، كنت عايزه يمشي. فبجد شابو لتشالوبا. انزو ماريسكا بدا بالنسبه لي بالخطه الغلط. ليه؟ يعني انا بالنسبه لي انت كنت بتلعب الكونفرنس ليج كلها بمارك جويهي. ليه ما لعبتش مارك جويهي من الاول؟ ايه الاسوأ او ايه الحاجه الاوحش اللي ممكن يعملها جويهي ما بيعملهاش نيكولاس جاكسون؟ ده سؤال والله العظيم بساله بجد. ايه الكارثه اللي بيعملها جويهي ما بيعملهاش جاكسون؟ جاكسون ما فيش حاجه سيئه ما بيعملهاش. جويهي عيل صغير 18 سنه على الاقل، لما الكرة بتجيله بيعرف يخلصها، مش بهلوان زي نيكولاس جاكسون. اديله طالما انت قررت تبدا بيه من الاول سيبه. ما تجيش ماتش زي ده وتقوم ملاعب نيكولاس جاكسون. على فكره نفس الكلام كان هيتقال لو يورجنسون هو اللي كان قاعد دكه وروبرت سانشيز اللي لعب. 100% كنت هقول نفس الكلمتين، لان سانشيز وحش جدا، بلس ان يورجنسون هو اللي بادئ معاك السيزون من اوله في الكونفرنس.
فكان لازم هو اللي يبدا، وده اكتر قرار صح. الفكره بقى ايه؟ اهو ان انزو ماريسكا بدا غلط خالص الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بدا اللي هو انا هستحوذ استحواذ سلبي، الكره اهم حاجه الكره تبقى في رجلي، ما تبقاش في رجل ريال بيتيس. بليجريني عمل حركه حلوه قوي، عمل له مش عايز الكره في رجلك، تمام، انا هضغط عليك عالي، هقطعها منك، وعندي لعيب اسمه اسكو يعرف يطلع لي لمسه، اللمسه دي بجون زي جون عبد الصمد الزنزولي في الدقيقه 6. الكره ضغط ريال بيتيس ضغط عالي على تشيلسي، اتقطعت، اتباصت لاسكو، اسكو بمعلمه شوف بقى، بمعلمه بجد، وهو بطرف عينه بص للزلزولي، هوبا حط له الزلزولي، حطها في مكان والله لو 100 حارس واقف محدش هيصدها، ولن يلام عليها فيليب يورجنسن ابدا. فانا عندي سؤال لريال مدريد، والله انت مشيت اسكو عشان تبقي سيبايوس بجد؟ يعني لعيب زي ده عنده في اي ثانيه حل، في اي ثانيه اكتر من 1000 حل تطلعه عشان سيبايوس؟ ده كان استهبال منكم. بس بجد اسكو لعيب عالمي، عالي 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 فوق الطبيعي. اسكو النهارده بالنسبه لي في الحته بتاعت ريال بيتيس هو نجم الماتش. نجم الماتش من ريال بيتيس تاني هو مانويل بيليجريني. الشوط الاول بس، الشوط الاول بس كان زانق تشيلسي زنقه، اقسم بالله انا كنت قاعد مرعوب يجي فينا الثاني والثالث والرابع، والله لا كنت قاعد خايف ده انا كنت حرفيا كنت هشخ على روحي من الخوف ان بيتيس عماله هجمه في هجمه، كره في العارضه، يورجنسون بيصد بتطلع بره، لا كانت رعب. الشوط الاولاني كان رعب لحد ما جه الشوط الثاني. نزول ريسي جيمس مكان مالو جوستو، والتغيير الصح في وجهه نظره، وطلع صح فعلا لما نزل ريس جيمس عمل اللي جوستو ما عرفش يعمله. ايه بقى اللي ريس جيمس عمله؟ فكره ازاي انا من وضع متاخرا اعرف ابقى بلاي ميكر. ريس جيمس على فكره هو واخد من ارنولد كتير في ايه؟ هو احسن كده من ارنولد لو ريس جيمس في حالته. ريس جيمس عنده فكره البلاي ميكنج من اي حته في الملعب، كره طويله هيبصها صح، يعرف يتقل على الكوره وفي ضغط ويطلعها لك صح في رجل كايسيدو، عملها النهارده كذا مره. انه يعرف في الوقت الصح ان هو هيسبق اللعيب، ياخد الكوره ويلف ويجري من اللعيب، بيعملها حلو قوي، والكلام ده كله هو قبل نص الملعب. وريس جيمس حلاوته اللي هو من ايام توخيل ان هو ما كانش رايت باك اكتر ما هو بيدخل للنص، نفس فكره ارنولد مع ليفربول. بس فكره ريس جيمس ايه اللي ما يخلينيش انا قلقان لما ريس جيمس يلعب؟ ان ريس جيمس قوي دفاعيا، ارنولد مالته هجوميا. ارنولد احسن في الهجوم بكتير، بس بالنسبه لي تكامل لريس جيمس في حالته انا يغنينا عن 100 ارنولد بصراحه. فالتغييره دي اللي عملت الفرق، التغييره دي اللي خلت واحد زي بالمر متحرر من القيود الدفاعيه، ان خلاص بالمر دلوقتي بقى في واحد وراه غير كايسيدو. يعني هو كده كده انزو بيطلع جنب بالمر، بيبقى الاثنين صناع العاب، وراهم بس بيبقى كايسيدو، وجوستو كده كده فتح يمين، قدامه نيتو، شماله مدويكي. لا دلوقتي بقى ازاي؟ انزو طالع جنب بالمر، كايسيدو وريس جيمس تحتيه، بيدرو بيفتح جوه خالص زي الجون بتاع انزو فرنانديز. ركزوا، بيدرو بيفتح على اليمين خالص، بالمر بيجي لمكانه المفضل من السنه اللي فاتت واللي انا بطالب بيه من اول الموسم ان هو يلعب فيه الوينج رايت، عمل حته اسيست لانزو فرنانديز. انزو فرنانديز حطها بمعلمه جون. هي دي بقى فكره بالمر في الوينج رايت. بالمر احسن بلاي ميكر يلعب لك من الناحيه اليمين، من الناحيه اليمين هو كاشف الملعب كله، لكن هو بلاي ميكر، هو ما بيعرفش يستلم بظهره. لو بيستلم بظهره يلاقوا اتنين، لكن هو لو على الوينج وكاشف الملعب كله هو الوحيد اللي هيطلع لك اسيست من اي مكان في الملعب. وطبعا اللي احنا عارفين ان بالمر ما بيلعبش كده، عشان في واحده بتتقمص بتلبس رقم 11 اسمها نوني مدويكي، وشخصيتها اعلى من المدرب
فعشان كده بيلعب، حتى لو هيلعب شمال، لو هيلعب مهاجم مدويكي بيلعب. فعشان كده انا بطالب بالحاجتين، يا مدويكي يمشي يا انزو ماريسكا يمشي. لكن هنفضل نلعب بتشكيله غلط، بتكتكس غلط، عشان البي اللي كان في ناشئنا وكان معار لبيس فيها ايندهوفن، يبقى البي المتسيطر عليه؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا. غيرك كتير جم عملوا النمره دي واترموا في اوسخ زباله عادي جدا، ولا تفرق معانا، ومحدش فينا اصلا بيحبك. نيجي بقى لحلاوه وجمال بيت الاجوان. انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، ولا اشعر ازاي، ولا اقول ايه على جون الاسطوره جادون سانشو. جون ده عظيم، جون ده جامد لدرجه اللي انا يا عيني صعبانين عليا جماهير مانشستر يونايتد، بجد صعبانين جدا عليا جماهير مانشستر يونايتد. يا جدعان الولا سانشو ده من ساعه ما جه، واكتر واحد انا كنت بتكلم بقول يا جماعه سانشو ده لازم ياخد فرصه معانا، سانشو ده هيجيب مستوى معانا زي ما جاب مع دورتموند، سانشو ده لعيب جامد فشخ ولازم نشتريه. كله كان بيقول لي بس يا عم ده اتقتل في مانشستر، ده راح دورتموند ما عملش حاجه. اهو سانشو من ساعه ما جالنا وهو افيشنت فشخ، سانشو من ساعه ما جالنا وهو على الاقل بيعمل اللي ما بيعرفش يعمله مدويكي على الاقل، ولا انا، وبيباصي وبيعرف يعمل اوفرز وبيعرف يشوط وبيعرف يلعب مع بقيه الفرقه، مش زي الكلب مدويكي. لا يا جماعه، سانشو احق واحد بمركز الوينج ليفت 100%، بجد. واحق واحد بمركز الوينج رايت هو كول بالمر، رغم عن عين الحاقدين. مليون في المية يا جماعه، بجد. مش عشان تلعب الصفقه الجديده اللي هو بيدرو نيتو اللي انت جايبه فانت تنقل لي بالمر كام؟ لا مفيش لا 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 لا، يبقى نيتو بديل او نيتو يلعب شمال، هو سانشو يبدله، ومدوك كده في سله الزباله. انا عارف انا ما اتكلمتش على الجون الثاني لان انا مش هتكلم عن اي جون جابه هذا العاق العربيد الزباله نيكولاس جاكسون، مش هتكلم عليه بصراحه. انسوا يا جماعه، مش هتكلم على الجون والله العظيم. يعني لعيب بضان والله العظيم. جون هيبل هيد جوان، برافو يا حبيبي، يلا غور بقى في 60 ده. الجون الرابع، وعلى فكره هي كلاسيكيه من كلاسيكيات الاسطوره، احسن سته في العالم حاليا، وهو كايسيدو، اللي هو احسن واحد يكمل في ظهر نص الملعب ويشوط شوطه بيرفكت، هوبا زريبيو جول. خلصت يا باشا، خلصت جول. رجلي كايسيدو ما بتخيبش بصراحه، بجد. انا بحبه من حتى الموسم اللي جه، اول موسم جالنا من برايتون كان زي الخرا وما جابش ولا جون غير اخر جون قدام برايتون لما جاب الجول لوب من نص الملعب. كنت برضه بسنده بقول كايسيدو حلو، كايسيدو لسه ما اداش الفول بوتنشال، هو ولافيا، وكنت واثق فيهم هما الاثنين. والنهارده مش عارف لافيا كان بره ما لعبش ليه، بس مش مشكله. انزو وكايسيدو عملوا ثنائيه جامده فشخ. بس كده الماتش، يعني ده كده تفصيل الماتش. اللي عايز اقوله الف الف مبروك لينا كجماهير تشيلسي، وهارد لك لجماهير تشستر يونايتد، ارسنال، تشستر يونايتد وارسنال بالذات. هارد لك. وضيع لندن، ايه الدنيا اللي بتقول لي لندن از ريد؟ حاجه تانية اللي ريد، لندن از بلو، لندن از بلو. انا معايا 9 بطولات اوروبيه، انت صفر. عارف يعني ايه انت صفر؟ انت صفر. خد بالك يعني انت صفر. انا واخد بريمير ليج اكتر منك. انت واخد كام؟ انا واخد 6. يا وضيع، ها؟ يا وضيع، يا وضيع. لندن يا صفر بطولة أوروبية. توتنهام معاها بطولة، واستهام معاها بطولة. أنا معايا 9. أنت صفر. ما تجيش تقارن نفسك بيا، حتى لو أنت كنت تالت دوري. أنا في أسوأ مواسمي كنت سادس. السنة اللي فاتت أسوأ مواسمي كنت سادس. أنت أسوأ مواسمك كنت بتبقى 10 و11، كنت بره المنافسات. أسوأ موسم ليا أهو، موسم وحش واخد بطولة أوروبية. أنت مش واخد كاس. انت مش واخد كاس، حتى كاس صغنن كده انت مش واخده. كريستال بالاس
مع بطوله السنه دي وانت موسم صفر. فانت ما تقوليش لندن از ريد، عشان انت فرحان لي بالمركز الثاني اللي كان ممكن انا او السيتي او نيوكاسل او نوتنجهام فورست ناخده منك عادي سهله. فما تقوليش لندن از ريد. لندن از بلو وستيل بلو لحد ما ان شاء الله حضرتك تاخد دوري او تاخد بطوله اوروبيه، نبقى نتكلم لندن از ايه بالظبط. ساعتها هنفكر نتكلم نعرف نتناقش، يعني هفتح لك الباب تتناقش معايا شويه. لكن غير كده اكتب خالص. بس يا شباب كده تبقى الحلقه خلصت. متنسوش تكون الحلقه عجبتكم، ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.